عسلامة، مرحبا بكم في قناة أم سارة في ألمانيا. اليوم أول نهار متاع صيام، أول نهار في رمضان. حبيت نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله رمضانكم مبروك، وإن شاء الله نعاد عليكم سنين وسنين، وإن شاء الله تصوموه بالصحة والعافية والسلامة يا رب. إن شاء الله ربي يكتب لنا فيه الخير ويتقبل منا صالح الأعمال وأسألك اللهم أن تشفي مرضانا، وأن تعافي مبتلانا، وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين. الله يرحم جميع الموتى واللي فارقونا واللي كانوا عزيز علينا وقداش من عام صاموا معنا. الله يرحمهم وينعمهم وربي يفضل الباقين. وجبت لكم اليوم وصفة سريعة وسهلة، هي كعبر اللوز من الحلويات التونسية التقليدية، وأحسن حاجة إنها سريعة وفي زمان تحضر من غير فرن من غير حتى شيء، مكونات جد بسيطة. وتو نبداو بالمقادير. عندي لهنا لوز أبيض مرحي، أنا خذيته حاضر الحقيقة، يعني ما عملتش لوز وحدي. كمية خذيت 3 ساشيات، ساشي فيه 100 جرام. تنجموا تعملوا أقل، تنجموا تعملوا زد أكثر، انتوما وعدد الأفراد العائلة متاعكم. باش نحتاجو زاد الماء ورد. عندي عسل باش ناخذ منه حسب الخليط من مغرفة إلى 2 مغارف عسل كبار. عندي لهنا الملون الغذائي، لهنا فما تلقاه سو فورم دو بودر هكاكا، والا سو فورم دو جيل. هذا اللي انا استخدمته المرة هذية. باش نوريكم نحلكم ونوريكم يعني من داخل كيفاش. وتنجموا تحوضوا العسل بالسكر محور، سكر ام بودر، من 3 ل4 مغارف حسب الحلاوة. وتو نمشيو ديريكت طريقة العمل. صبيت اللوز اللي عندي في صحفة باش نحط عليه مغرفة عسل. انا باش نحط بشوية العسل، لازم تحطوا بشوية من اللول باش ما يغلبكمش، يعني ما يجيش يجيري ولا حاجة. وباش نبداو نلمو بالماء ورد. تحطوا زيت هكاكا مغرفة كبيرة والا 2 مغارف بشوية بشوية، وحتى لين تتكون عندكم العجينة تلموها لمين باليد من غير عجنين بطبيعة الحال. بعد ما تلمت لنا العجينة باش نقسموها على 3 كور صغيرة. بالنسبة لي أنا يعني الكمية كانت صغيرة، يعني مش كمية كبيرة، باش نحاول نقسموها بالتساوي. وباش نحط عليهم الكولورون هذاك، كل واحدة باش نستعملوا الأحمر والأخضر والأصفر، وإلا تنجموا تخليوها هكاكا من غير حتى كولور. هذوما هما ال3 ألوان متاع كعابر كرتاج اللي مساسين احنا ديما نشريو فيهم قبل، وإلا نعملهم أنا وحدي في الدار ونخلطوهم بالباهي حتى لين يعني يتجي اللون الكل مع بعض ويولي نفس اللون. ونكملوا الباقي بنفس الطريقة. وبعد ما حضرنا لي بودا متاعنا هكا كل واحد واللون متاعو كما تراو فيهم، باش ناخذ كل مرة مرسو صغير من كل لون، وباش نعملهم في يدي مع بعضهم ونكورهم، نعمل الكويرات هذوكم متاعنا ونحطهم في السكر العادي. وبعد ناخذ لي تاس هذوما الصغار ونحطهم فيهم، وهكاك حضرت لنا الكعبورة الأولى متاع كعبر اللوز. نكملوا الباقي بنفس الطريقة. وإذا وصلتوا لهنا في المشاهدة ما تنسونيش باش تحطوا لايك وتعملوا اشتراك وتكتبوا التعليق المزيانة متاعكم. وتوصلنا إلى نهاية الفيديو، وما بقيت أنا نقول لكم إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. وبنتي باش تقول لكم رمضانكم مبروك.